ايوه. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا في المسلسلات، ومنورانا ومشرفانا النهارده نجمه جميله وطيوبه وبنحبها كلنا، الفنانه المتميزه عايده رياض. الفنانه عايده رياض، حابه بس اخطفك في حته كده، يعني اخطفي على كيفك. اخطفك اكيد على لا كيفك. تراجع ولا استسلام. اخطفيني، انا عايزه اتخطف. تمام. يعني هنقول كان في مسلسلين، بنات في ال30 وايام الحب والرعب. انت في الاثنين قمتي بدور ام فيهم، واحده مره الابنه ومره الابن. ولكن في ناس قالوا ان الدورين فيهم شويه تشابه، الام اللي اهملت بنتها او اهملت ابنها، فمشوا في طريق غلط. انت لما جالك الدورين مين كان قبل مين، وما خفتيش من التشابه ده ان انت تبقي بتكرري نفسك؟ لا، الام هنا حاله والام هنا حاله، وسكه الهلالي حاله. كل حاجه ليها حسب الموضوع، ما خافش ابدا. انت بتعملي ام خلاص. انا ركبت القطر خلاص وشغاله الام على طول. فحسب، بس طبعا كل ما كان دور الام، مش اي دور ام، دور ام فيه حاجه، يعني بتوصلي برضو للناس حاجه. يعني الام لما تهمل بنتها، شوفي البنت بتوصل لايه. صحيح. لو مش عارفه ايه، يبقى يعني في مضمون للموضوع، مش مجرد. لكن ما خافش خالص، لا، لان مش ممكن الاثنين هيكون المسلسل كله متشابه. لا طبعا، فصعب جدا. صحيح. فانا بحاول ابقى مجتهده وتنوعي في ادوار الام. وتنوعي في ادوار الام. مش عايزه تثبتيني. لا خلاص، بصي انا حاولت. طب انا هعمل مسلسل جاي مش هيبقى فيه ام خالص. خلاص طب حاجه ثانيه خالص. تبقي الابنه بقى، صح؟ لا، حاجه ثانيه، مفاجاه. طيب مفاجاه خطيره. لا، ده احنا عايزين بقى اكسكلوسيف، عايزين نعرف المفاجآت دي. لا ما لازم يعني هتجيلنا المسلسلات وما تقوليش الجمهور ازاي. طب يعني جمهورك اللي بيحبك. كل 6 اشهر بتجوز واحد. طيب. ده احلى مفاجاه بصراحه. كل 6 اشهر حاجه كده يعني، او كل سنه حاجه كده. طيب انا عايزه يعني شويه، خلينا المحطه بس مهمه في دور الام، يعني مش عايزه اتخطاها. المحطه دي يمكن تكون محطه ونقله مهمه جدا، وهي كان في دورك في مسلسل نافذه على العالم. كنت ام منى فضالي، طبعا زوجة رشاد الغزالي. كنت ام ليكي مشاهد كده جميله مع بنتك منى فضالي، يمكن نكون نقاط كتير اتكلموا عنها يعني، فكلمينا عن النوعيه دي من الام. شوفي، مسلسل انا مش طبعا مش هتكلم، مش هقول لك انا صعب اتكلم، يعني اتكلم هقول ايه يعني، مش عارفه اتكلم. المسلسل اصلا كله كان دمه خفيف قوي، وكان توفيق عبد الحميد يعني عامل دور عمره جبار انا في رايي. فكانت التركيبه كلها والجو، ولاد البلد واسلوب الام، وهو اتجوز واحده تانية ويرضحوا لبعض، جو موجود في الحياه، جو جميل. فكان المسلسل فعلا التأليف والإخراج والتمثيل كان كله على بعضه حلو. فأنا مش قادرة أقول لك، طبعا الجمهور اتفرجوا عليه وشافوا إيه اللي موجود، بالحب الشديد فمش هشرح لهم تاني. تكلمي بيه عن النافذة على العالم، والحقيقة كان عمل متميز جدا وكان مكسر الدنيا في رمضان. إيه رأيك نشوف حتة صغيرة منه؟ يا ريت والله، يا ريت. ايه بقى ان انت وليا شلق؟ أنا شلق يا رشاد، وبلدي كمان. والنعمة لو شفتك مع أي واحدة لأطبق على زمارة رقبتك وأعمل لك فضيحة في الحيط. طب جربي يا سلوى تعملي اللي انت بتقولي عليه ده وشوفي النتيجة. انت ساعتها هتبقي متحرمة تخش من باب الشقة، وهتبقي متحرمة عليا انا كمان. هتطلقني يا رشاد؟ هطلقك واتجوز بدل واحدة 2 و3، واجيبهم اقعدهم هنا في البيت في الأوضة بتاعت بنتك. تعملها يا رشاد؟ إذا كنت هتتجوز عليا بعد العمر ده كله، وخدت فلوس الواد وبنتي